يابا باستا او معكرونه بكريمه الطبخ وصدر الدجاج كلش هواي طيبه. اول شيء نجيب المعكرونه مالتنا بهالشكل هذا، شوفوها عيني. بعدها نخلي عليها المي والملح ونخليها على الهيتر او على الطباخ. راح تفور عندي وتستوي، اطفيها واغسلها واصفيها. تمام، اغسلها بمي بارد على مود ما تبقى تستوي. هنا جبنا الطاوه، ضفنا عندنا الزبد وفص ثوم وصدر مالت الدجاج بهالشكل هذا. بدينا نضيف بيه على مود يصير كلش تمام. بعدين الفلفل الاسود، واكيد ما ننسى الملح عليها. تصير عندي ستيك مال دجاج خرافي. بعدها نقلبه تايب ياخذ لون عندي كلش مرتب وهوايه حلو. وبعد ما اخذ عنده هذا اللون راح اشيله واخره على صفحه. اجيب البصل واخليه بالطاوه، واجيب قطعه مال الزبد واخليها ينحمس كله زين. بعدين اضيف كريمه مالت الطبخ، واهم شيء كريمه الطبخ تكون موجوده. هنا راح اضيف الحليب واخلطه خلط كلش تمام. بعد ما الفار عندي صار بهالشكل، اجيب صدور الدجاج واخليها. وبعدين هنا نجيب عندنا الباستا ونخليها. وتحبون تضيفون قش قوام ضيفوا.